السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم مع حل المشكل الأول، الأسبوع الأول في CS50. إذا هنا كما كتشوفوا هنا في هاد الصفحة اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا عندنا أول حاجة كومبليت هالو وورلد، و تاني حاجة هي سابميت ديال هالو اتس مي، و سابع حاجة اللي هي دو فيرسيون اوف ماريو، سواء ليس سواء المور. اذا فبسم الله نبداو هنايا. انا غادي نجاوب هنايا، غادي نحاول انني نخلي جميع الصفحات هنا مفتوحه قدامي. فكيف ما كتشوفوا هنايا غادي نفتح الكريديت ماريو وهالو اتس مي وهالو. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نقوموا بنسخ هذا الكود هذا. هذا هو الكود اللي غادي نحتاجه هنايا. انا كما كتشوفوا من بعد ما غادي نفتح الفيزيوال كود ديال اللي غادي نكتب في الURL، غادي نكتب cs50.dev. انا كما كتشوفوا غادي نفتح واحد الملف سميتو world، وغادي ندير في وسط منه hello.c. هنا كما كتشوفوا الكود اللي كاين في hello.c راه هو هذا اللي عندكم هنايا. هنا غادي ندير باش نفتح الملف make dir world، وباش ندخل الملف غادي ندير cd world، وباش ندير الكود غادي ندير كود hello.c، وباش نجربو غادي ندير ./hello. هنا من بعد ما غادي دير ميك هالو باش تحفظ الكود ديالك غادي دير ls، وفي حاله ما طلع لك الملف ديال hello.c بالخضر يعني راه الكود ديالك صحيح. هذا طلع لك بالاحمر غادي تكتب هيل 50 ميك هالو. وهذه في غالب الحاجات ما غاديش تحتاجوها، حتى انا قلت لكم مجرد الكود اللي فوق هو اللي غادي تكتبوا وهانتوما حليتوا المشكل. يعني اصلا هذا البروبليم بسيط هذا اصلا مخرج وما عاطيه لك هنايا، يعني كتما غير باش كتسخن واحد شويه وما محتاجش انك ترسلو للجامعه. اذا هنايا من بعد ما غادي نساليو مع هنا كما كتشوفوا no need to submit this one just a practice exercise، يعني ما محتاج انك ترسلو للجامعه، مجرد تمرين فقط. هنايا hello it's me. هنا كما كتشوفوا غادي نحاولوا اننا نصوبوا واحد البرنامج اللي فاش غادي نحاولوا اننا نشغلوه. غادي يسول المستخدم على الاسم ديالو، وغادي يحفظ الاسم ديالو، وغادي يقول هلاو، وغادي يكتب الاسم ديالو، يعني بحال اللي غادي يعيط ليه هو بالاسم ديالو. اذا هنا كما كتشوفوا هنايا هذا هو الكود ديال هلاو دوتسي. غادي نحاولوا اننا نخرجوا من هنا، ولكن قبل غادي نجربوه. هنا غادي نديرو سي مي باش غادي ندخل الملف اللي فيه هذا الكود هذا، وغادي ندير ./hello. هنا كما كتشوفوا وات از يور نيم، هنا غادي تكتب السميه ديالك مثلا انترفاس، وهنا غادي تكتب وغادي يطلع لك هلاو انترفاس، يعني هنا غادي يطلع لك السميه ديالك اللي انت ديجا مدخلها. انا كما كتشوفوا هذا هو الكود اللي استخدمت المكتبه ديال استاديو، واستخدمت المكتبه ديال CS50. وهنا كما كتشوفوا هنايا سترينج نيم كتساوي سترينج كتساوي جيت سترينج وات از يور نيم. وهنا في غادي يحفظ الاسم ديالك، وهنا برينت اف هالو %s/n. هنايا النيم اللي غادي يكتب اللي انت ديجا دخلتيه في السؤال اللي قبل. اذا هنا كما كتشوفوا هنا غادي ندوزو مباشره للماريو، لان هذا هو اللي صايب واحد شويه، ولكن غادي نعطيكم هنايا الحل ديالو بواحد الطريقه اللي سهله. في حاله ما ان شي واحد وقع له شي مشكل ولا احتاج المساعده، فما الا يدوز الفيديو ديالي غادي يلقاني حاط جميع الاجوبه هنا. اذا هنايا غادي نكريو واحد الملف بسميه ماريو مور. غادي ندخلو في وسط الملف ديال ماريو مور، وغادي نكريو واحد الكود ماريو دوت سي هو اللي غادي نكتبو فيه الكود ديالنا. اذا هنايا غادي نحاول انني نحطكم هنايا في الصوره. اول حاجه غادي ندخل الملف الاول اللي عندي وورلد، من بعد غادي ندخل الملف ديال ماريو مور، من بعد غادي نجرب الكود ديال ماريو. اذا هنا كما كتشوفوا اذا هنايا ما permission descend واخا. اذا هنا عندي واحد المشكل ولا غادي نحاول نعاود نجربه. هنا لا، هنا كان وقع لي واحد المشكل في هذا الملف، ولكن انا دابا غادي نحاول انني نصلحه وغادي نعطيكم الحل ديالو.
اذا هذا هو الكود كيف ما كتشوفوا هنايا. غادي نجيو هنايا لهاد هنايا نشوف شنو المشاكل اللي عندنا هنايا. ف دوت سلاش ماريو، يعني خصنا نكتبو دوت سلاش ماريو بلا دوت سي. انا كنكتب ديك دوت سي هذيك بلاش. اذا فغادي نجربو بسم الله. لا ما بغاش، في كاين المشكل. لا سي السمية هي ماريونيت. ولاتي نجرب نعاود نكتب ميك ماريو، ما نعرف يكون ما تحسبش المرة الأولى اللي كنت كتبتها. ميك ماريو غادي نعاود نكتبها هنايا، حيت انا كتبت ديك دوت سي هذيك ما خصكمش تكتبوها، لان صافي في الملف ما كتكتبوش اللغة ديالو، يعني صافي ديجا هو كيكون عارفو. ميك ماريو هنايا دازت. هنا غادي نجربو عاوتاني دوت سلاش ماريو. اذا كما كتشوفوا هذا هو المشكل اللي كان عندي، كنت ناسي ما ندير ميك الملف. هنا كما كتشوفوا دخلت 5 صاوبوا لي هنا كما كتشوفوا هذا الشكل هذا اللي مطلوب منا. هنا عاوتاني غادي نعاود نجرب، غادي ندخل واحد الرقم سالب. كما كتشوفوا ما كيقبلش الارقام السالبه، وهذا هو الشرط اللي خصك دير. وايضا ما كيقبلش الارقام اللي كبر من 8 وكيقبل 8. غادي نعاودو هنا غادي نجربو، غادي نديرو 9. هنا كما كتشوفوا ما قبلهاش، وناقص 10 ما قبلهاش، الأعداد السالبة ما كيقبلهمش، والأعداد اللي كيقبلهم هما المحصورة ما بين 1 و 8. و1 انكلي و8 هي انكلي. اذا هذا هو الكود ديالي كما كتشوفوا هنايا. فاستخدمنا عاوتاني نفس المكتبات كما كتعرفوا هنايا، المكتبه ديال CS50 و stdio.h. هادو هما المكتبه اللي غادي تحتاجوا. وهذا هو الكود كما كتشوفوا. انا قلت لكم هنايا انا حاولت ان نعطيكم الحل موجود، ولكن نصيحه لكم انكم ما تستخدموه الا اذا واجهتوا شي مشكل، يعني اي واحد مشكل بسيط وجدتوه بغيتوا تاكدوا من الحل ديالو. فالسابميت باش السابميت غادي تكوبي هاد اللين هذا هنايا، غادي تكوبيه وغادي تجي غادي تلصقو في داك التيرمينال تما، وصافي غادي تكونيكطا ديريكت وغادي يدخل لك لمجموعه الحلول ديالك. اذا هنا كما كتشوفوا غادي ندوزو للحل الاخير اللي هو كريديت. حاولت انني ندير واحد الفيديو قصير لانني عارف ان الفيديوهات طوال واحد ما كيتفرج فيهم، فريد حاولت انني ندير واحد الفيديو قصير ويكون مفهوم. انا كما كتشوفوا عاوتاني غادي نعاود ندخل الوورلد، غادي نعاود ندخل الملف اللي فيه كريديت، وغادي نحاول انني نجرب الكود ديال كريديت. اذا انا كما كتشوفوا دوت سلاش كريديت حاولت انني ندخل واحد الرقم ديال الكارت فيزا، ولكن قال لي انفاليد لان رقم قصير. فاذا فانا ديما كنقول لكم فيما تبغيو تجربوا من شنو سميتو من الحلول اللي كيعطيو لكم الموقع، لان اذا حطيتوا مثلا الحل اللي يعطيكم الموقع وطلع لكم نفس الاجابه يعني راه الكود ديالكم راه خدام. هنا خديت داك الرقم ديال الفيزا اللي عاطيه الجامعه ديال CS50 اللي مثلا هو اللي جربوا به. هنا كما كتشوفوا غادي نطابي هنايا غادي يطلع لي فيزا، يعني راه الحل ديالي راه صحيح. فكيف ما كتشوفوا هنايا غادي كيما كيقبلش الارقام. المهم هذا هو هذا البرنامج يعني باش كيتشيكي واش الرقم ديال الفيزا ديالك صحيح ولا لا. هنايا باش دير تشيك 50 باش تاكد من واش الكود ديالك صحيح، غادي تكوبي هنايا وغادي تجينا غادي تدير غير كليك على اليسار نيشان كيتكولا داكشي اللي انت عندك مسوخ. فانا كيف ما كتشوفوا كيتكونيكط مع السيرفر، كيفيريفي وكيبريباري وكيابلودي الملفات ديالك، وهنا كيتشيكي الملفات ديالك وغادي يطلعوا لك دابا لي ريزولطا ديالك. فالعمليه كدير واحد شويه ديال الوقت. وهنا كما كتشوفوا ها لي ريزولطا ديالي هنا كلشي بالخضر ما عدا واحد العمليه اللي بالحمر. ماشي مشكل انه يكون عندك واحد المشكل، لان حنا مازال في طور التعلم ما يمكنش اننا نديرو كلشي صحيح، ولكن وحده غلطه ماشي مشكل، كتحسب يعني كتحسب ان اللي درتي كلشي صحيح في الاخر. فهنا كما كتشوفوا هذا هو الكود ديالي. حاولت انني نبينو لكم هنايا مزيان. ففي حالة انا قلت لكم في حالة ما واحتاجوا شي واحد فها هو هنا يقدر اي واحد يستخدمه. اذا كان معكم محمد من قناة انترفاس، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وما تنسوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتدعمونا في التعليق ديالكم باش نزيدو نستمروا في هذه السلسلة هذه. الى اللقاء في الفيديو قادم.